بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم وحلقة جديدة من حلقات في المقص، واللي هنتكلم فيها ان شاء الله عن ليلة مباراة الحلم، ليلة مباراة الكونفدرالية، الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري. لكن قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك الجديد اول باول ان شاء الله تعالى. قبل ما نبدأ عايز اقول لك ان المباراة دي البعض منها بيقول ان هي مباراة ملحمية، مباراة ثأرية، مباراة رد الاعتبار، مباراة الخوف، مباراة الأجواء المليئة بالتوتر، حاجات كتيرة قوي ممكن تعتبرها كده. لكن عايز ألفت نظرك لحاجة مهمة جدا إن مباراة الزمالك اللي جاية دي هي مباراة لازم تتلعب تحت شعار رقم واحد، إن أنا ما ينفعش أخاف. لان زي ما قلت لك في الحلقه اللي فاتت اللي كانت ليله المباراه، برضو في مباراه الذهاب اللي انتهت بخساره الزمالك 1-0، طبعا مباراه دراماتيكيه واحداث غريبه واتكلمنا بعدها باستفاضه. المباراه دي بالذات بقى هي مباراه المفروض تتلعب تحت شعار ما ينفعش، ما فيش مجال للخوف. زي ما نزلنا بعد المباراه ما فيش مجال للحساب والعتاب، برضو المباراه دي لازم تتلعب تحت شعار ما فيش مجال للخوف. والرسالة دي قبل ما تكون للعيبة فهي لازم تكون للجهاز الفني، وأولهم معتمد جمال، لأن معتمد جمال لو بان عليه التوتر وبان عليه إن هو يخاف بيتنقل للعيبة، وبالتالي فاللعيبة هتنزل خايفة. عشان كده أنا جاي أقول لك النهاردة خلي بالك ما تخافش، لأن أنت لو خفت الخوف، هرجع وأقول لك تاني، هو العدو الأول للإنسان، بيخليه يفشل في أي حاجة. فخليني أقول لك أنا مش جاي أخوفك، بس انا جاي انبهك واحذرك، لان المنافس بتاعك انا قلت لك وما زلت مصمم عند رايي، مش متواضع فنيا لكنه اقل منك بكتير، وتقدر تكسبه مش بسهوله، لان انت اللي وضعت نفسك في الموقف ده، وقدر الله ما شاء فعل. انا مباراه الذهاب كنت بتمنى ان انت تحرز هدف وتخلص 2-1، لكن تعالى كده اقول لك بالذاكره ماذا يفعل الزمالك عندما يخسر النهائيات. الزمالك على فكره بيمتلك لعبه جميله جدا، وده يعني شوف انا خوفتك في البدايه وقلت لك الخوف وعنصر الخوف وبتاع الكلام ده، بس انا بنبهك برضو لحاجه مهمه، هي ان الزمالك على قد ما هو موقفه مش سهل وصعب شويه، لكن بعض الناس تقول لي انا مرعوب من المباراه دي. على حقك تماما على فكره، انا مش مختلف معاك، بس انا عايز اطمنك من نقطه كده صغيره، انما عندما يخسر الزمالك في النهائيات فسجله وتاريخه بيقول دايما انه بيقدر يرجع وبيعمل كامباك وبيعمل ريمونتادا. وهقول لك ليه. الزمالك قبل كده خسر قدام نهضة بركان 2-1 في التاريخ قريب جدا في 2024، ورجع بهدف احمد حمدي وتوج بالبطوله. هتقول لي ما عشان احرز هدف بره الارض، اقول لك لا، ارجع تاني للذاكره. في مباراه سيف الجزيري او مباراه يعني لاباكوجو اللاعب الشهير، خلصت برضو نفس الاحداث تقريبا. في الوقت الاخير احرز هدف لما كان عمر صلاح واقف جون، وجه الزمالك اتحسب له ضربه جزاء في مباراه دراماتيكيه ولعب ضربات جزاء وفاز. فالزمالك بيعمل اللعبه دي، ولنا في مباراه ارتا سولار عبره. انت فريق لحد يعني بدايه الشوط الثاني متاخر قدامه ب3 اهداف، كسبانك 2 في الذهاب في ملعبه، وجي حط فيك هدف في ملعبك، فاصبح النتيجه دي عشان تعدي الدور اللي بعد كده لازم تحرز 4 اهداف في شوط، وعملتها مع اسوريو. يعني فالموضوع يعني انت الزمالك دايما عارف اللي هو ايه، بيمشي تحت شعار انا ما بكسبش كده، لا انا مش هتخلص كده ومش هتعدي كده، انا ماشي بشعار من رحم المعاناة ولد الانجازات. هو ده الزمالك طول عمره، واللي بيشجع الزمالك ده يعرف الكلام ده، وعارف ان الزمالك بيكسب دايما بصعوبة بالغة في المباريات الكبيرة. فدي حاجة مهمة انا مش بستند فيها على التاريخ، لان التاريخ برضو هي مباراة من 90 دقيقة، انا مش نازل العبها على تاريخي وعلى ارثي وعلى مجهودي اللي قبل كده، لا انا بلعبها على مجهودي الحالي. وبالتالي فلعيبه الزمالك عندهم تحدي كبير جدا، ان انت قدام اسبوع حاسم، انت قدامك تارجت دلوقتي بتاعك بادئ بيوم السبت ثم يوم الاربعاء ان شاء الله، اسبوع فيه بطولتين، اسبوع يا تكون فيه كل حاجه يا تكون فيه ولا حاجه. يعني انا بقول لك اهو، لعيبه الزمالك لازم اول حاجه وهي نازله المباراه دي تحط في اعتبارها حاجه كده، هدف قدامها قدام عينيها، ان انا لازم اكسب البطوله دي، لازم نازل اكسبها ان شاء الله، مش نازل اتدلع، او نازل ان انا ما عنديش استعداد ان انا انافس او اتوتر او الكلام ده، ما ينفعش. عشان كده انا جمعت لك بقى النهارده كده يا حبيب اخوك شويه حاجات كده، يعني تحابيش كده في الحلقه بتاعت النهارده، حاجات كلها فنيه تقودنا. انا كان لازم بس المقدمه الطويله شويه دي، معلش اعذروني، عشان اقودك للنقطه اللي بعد كده، اللي هي احنا النهارده الزمالك ازاي ياخد البطوله دي ان شاء الله تعالى.
طيب معتمد جمال انا لو في مكانه، ناس تقول لك الراجل ده في موقف لا يحسد عليه، وناس تانية تقول لك الراجل ده عنده مهمة قد تبدو سهلة لكنها مهمة مفخخة. يعني ايه؟ انا قلت لك في الحلقة اللي فاتت ان انا ما بحبش الخسارة ب1-0، ما بحبش النتيجة دي. نتيجة الخسارة ب1-0 بتدخلك مضغوط، بتدخلك ما حرزتش هدف في الذهاب، فبالتالي عليك ان انت تعادل النتيجة الاول وبعد كده تفكر في اضافة الهدف الثاني مع شريطة ان انت ما يخشش فيك اهداف، ده في جميع الاحوال يعني. ولو لا قدر الله دخل فيك هدف لازم يبقى عندك بلان بي ان انت تعوض بعد ما دخل الهدف ده، ان انت تقدر تعمل ايه. اول حاجة لازم يفكر فيها معتمد جمال هي السيناريوهات يا عزيزي. انا عندي سيناريو او A B C. لو انا احرزت هدف ازاي يعدى مثلا اول 20 دقيقه ما احرزتش، هل انا كده المهمه انتهت؟ انا ممكن احرز في الدقيقه 80 على فكره، ممكن احرز في الدقيقه 90، ممكن احرز في الدقيقه 91. يعني الموضوع ما هوش صعب يعني. انت ممكن تحضر نفسك لضربات الجزاء، تمام، وتمرن نفسك عليها، خاصه ان المنافس بتاعك في الحصه التدريبيه مرن نفسه على ركلات الترجيح، انت اكيد عامل ده. وانا عندي معلومه ان انا بقولها لك اهو، خبر حصري خده من عندي، ان معتمد جمال في معسكر الزمالك وفي مباراه او في التدريب الاخير في استاد القاهره اللي كان قبل تدريب اتحاد العاصمه بالمناسبه بساعتين، حضر مفاجاه وبيجهز مفاجاه وجرب تاكتكس كده، شويه تاكتكس كده، واستقر على واحده فيهم. انا مش هينفع اقولها لك بس انا عارف ايه هي، وهطلع اقولها لك بعد المباراه ان شاء الله. يعني في حاجه كده جربها معينه بطريقه لعب معينه بحد معين، وهقول لك فنيا الزمالك هيحاول المح لك في الحلقه كده الزمالك بيحاول يعمل ايه يعني، لكن مش هفصح لك طبعا عن الاهداف يعني. زي ما بقول لك الناحيه الثانيه ان فريق اتحاد العاصمه خلاص عرفك، بقت خصم معروف بالنسبه له، بقت كتاب مفتوح، مش حاجه غريبه يعني عنه، وهو بالتالي في حافظك جدا وبدأ خلاص يدرس كل حاجه. وفريق اتحاد العاصمه مع لامين نداير المدير الفني السنغالي بتاعهم بيتفرج او مطبق من وهو في الطياره في الجزائر وجاي على القاهره على مباراه الزمالك والاهلي 3-0. انا بقولها لك اهو، العهده على الراوي، والمعلومه دي عندي ومتاكد منها، ان لامين نداير محفظ اللعيبه المباراه دي بتفاصيلها، ازاي الزمالك لما بيمتلك الكوره اقدر اضربه في خطوطه الدفاعيه وبيبقى هش ازاي. طيب هو الزمالك فعلا كده؟ هو عنده مشكله في الحته دي الزمالك. ما هو انت زي ما الفريق اللي انا جايب لك عيوبه النهارده اديني بقول لك ادي اول عيب من الزمالك، فانت كده كده اصلا هتبقى هتمسك الاستحواذ. يعني انت مش هتتفاجئ بكره لما تلاقي الزمالك نزل ماسك الاستحواذ ونزل ضاغط، ما هو لازم يعمل كده عشان هو متاخر في النتيجه وعايز يكسب البطوله دي على ارضه. بس لازم تتلعب بحرفنه، بقدر من الصياعه الكرويه، بقدر من الذكاء التكتيكي العالي. انا مجمع لك كميه حالات النهارده وهعرضها لك بالصور في الفيديو وفي الحلقة ان شاء الله. من ضمنها ان اتحاد العاصمة عنده 4 عيوب قاتلة. ايوه ما تستغربش، اتحاد العاصمة عنده 4 عيوب قاتلة تفتك اي فريق في الدنيا. تعالى كده معايا بالراحة وهقول لك ايه هي عيوب اتحاد العاصمة بالورقة والقلم وبالصور كده، تمام؟ اول عيب معايا وانا كاتب لك كل العيوب قدامي، ان فريق اتحاد العاصمة على الرغم ان هو في الحالة الدفاعية كل الفريق ال11 او ال10 بيلعبوا تحت الكورة، الا ان هم بيسيبوا مساحات شاسعة في نص ملعبهم، وده باين في الصور قدامنا. وراهم دايما انا قلت لك لو تفتكر في الحلقة اللي فاتت قلت لك ان اتحاد العاصمة مشكلته الاساسية هي انه لما بيطير زكريا دراوي وبيطير بنزازة في النص بيسيب وراهم لاعب 6 في الملعب، وبالتالي اللاعب ده ما بيقدرش يعمل نظريه القشاش، يعني في وسط الملعب لوحده ما بيقدرش ياخد الكره الثانيه، فبالتالي بيبقى وراهم مساحات شاسعه. في اللقطه اللي قدامنا في مباراه اولمبيك اسفي مساحات شاسعه جدا، في لقطات تانية في مباراه اوتوهو او في مباراه مانياما الكونغولي، ولقطات تانية كتير انا بعرضها لك دلوقتي عشان تشوف ان عندهم مساحات شاسعه. بل كمان بجيب لك من مباراه الكاس في شباب بوليسداد حالات قدامي زي اللي انا بعرضها لك دلوقتي في المساحات اللي الاتحاد العاصمة عنده مشكلة كبيرة جدا فيها. طب ايه المشكلة دي يا محمود؟ ما اي فريق، طب ما ريال مدريد بيسيب وراه مساحات، يعني انت جبت التايهة يعني، ما انت يعني ما تقول لنا كده يا عم، يعني ايه الفكرة اللي في دماغك؟ الفكرة يا حبيب اخوك ما تستعجلنيش، ما انا جاي لك في الكلام. ان اتحاد العاصمة بيسيب وراه مساحات زي ما قلت لك دراوي وبنزازة، وفي نفس الوقت المساحات دي بقى هي ايه؟ هي مشكلة خطيرة في الرقابة، ما بيعرفوش يضغطوا.
يعني عامله زي ايه؟ انت شفت اتلتيكو مدريد بيلعب ازاي؟ اتلتيكو مدريد بيلعب كله تحت الكوره، بس ما بيسيبوش مساحات. سيميوني ملك الحته دي، في اقوى مدرب في العالم انا شفته بعيني بيعمل الحته دي، بيقرب الخطوط وما بيسيبش وراه مساحات، وبيلعب ال11 او ال10 تحت الكوره بخلاف حارس المرمى يعني. في الحاله دي الزمالك قدامه كنز اسمه كنز المساحات ما وراء خط الظهر او خط الدفاع الوسط، اللي هو الخط الدفاعي الاول لاتحاد العاصمه. وعدم مشكله في عدم التزام بالرقابه عندهم، عارف اللي كده بالبلدي كده بنسميها عدم وعي تكتيكي. اللعيبه بتقف، عارف وقفه الايه، وقفه اللي واقف في الملعب بيأدي دوره خلاص، يعني اللي هو بيأدي واجب يعني، فهو دي واجب عزا يعني، فاهم؟ مش واقف مع مان، او واقف بيعينوا على اللاعب رقم 8 او رقم 6 او 10 اللي جاي من تحت، او مش واقف وقفه صح في الملعب تخليه يعرف ان هو يضغط على الفريق ويستحوذ وياخد الكرة التانية. لا لا لا، ده عندهم مشكلة خطيرة وما بيعرفوش ياخدوا الكرة التانية. وكمان مش بس كده، ده عنده مشكلة ان الثغرة دي هي قلب الملعب، اللي هو زي ما قلت لك بنزازا ودراوي بيسيبوا وراهم فدادين يا معلم يرمح فيها الخيل. بنزازا ودراوي بيسيبوا وراهم قلب الملعب. في مباراة اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد، مباراة مانياما، مباراة أولمبيك أسفي هناك، اللي فريق متواضع جدا من وجهة نظري لو كان قدر يستغل المساحات الشاسعة دي، في اللقطات اللي قدامك بتشوف تحس بص فدادين، عدم رقابة. يعني الفريق تايه في وسط الملعب، تحس ان هم واقفين تأدية واجب، كل واحد واقف في وادي، ده واقف مش باصص للكوره، وده واقف مدي ظهره للملعب، وده واقف مش مع مان اصلا، وده بيسيب اللاعب الخصم يمرر براحته ويطلع بالكوره من تحت براحته. فتحس ان في فوضى كده في وسط ملعب اتحاد العاصمه، لازم معتمد جمال ولاعيبه الزمالك يخلوا بالهم منها. وهقول لك مين دوره هنا في الحته دي. رقم واحد اللي في حالته ياكلك عيش للصبح على فريق، على نص ملعب فريق اتحاد العاصمه والمساحات دي، هو عبد الله السعيد واحمد شحاته او محمد شحاته، ولو لعب احمد ربيع او ادم كايد، اللي انا لحد دلوقتي مش مقتنع بدوره. لكن احمد ربيع انا في اعتقادي لو لعب ممكن يكون نجم المباراه في المساحات دي، على الرغم من بطئه، لكن هو اقرب واحد لمركز 6 اللي يقدر يخليك تسترجع الكره التانيه بسهوله. وهو ده اللي انت محتاجه يا حبيب اخوك بكره ان شاء الله، هو ده اللي انت محتاجه في مباراة الغد باذن الله تعالى، ان انت لازم ترجع الكرة في اقل من 3 4 ثواني، تكون الكرة في حوزتك تاني، عشان انت دايما هتعمل عملية البوشنج، الضغط العالي اللي مش بصفة دايما عشان ما تخسرش مجهودك البدني، بس هتحاول ان انت تقلل زمن هجمة اتحاد العاصمة عليك. ده نقطة. فهم تحت الكرة بيكونوا يا 5 4 1 تمام، او 5 3 2. هتقول لي ده رقم كبير جدا، ايوه اقول لك ما هو عنده مشكله، عنده فوضى، هو ما بيعرفش يدافع، ما بيعرفش يتمركز صح، عنده مشكله في قلب الملعب، دايما بيكون فاضي زي ما قلت لك، على الرغم ان هو بيدافع وهو متقدم في النتيجه قدام اسفي قدامك، الا انه عنده فوضى في الدفاع، عنده فوضى في خط الوسط، عنده مساحات يعني فدادين في قلب ملعبه. وضعيه الفريق كله بيدافع في اللقطات اللي قدامك دي، ان هو بيدافع له بلوك، لكنه عنده مشكلة انه بيكون دفاع خفيف او ضعيف لدرجة الهبل. دفاع عارف اللي هو من غير ضغط، دفاع تأدية واجب، ما بيضغطش عالي، ما بيروحش للكورة، بيسيبك تنقل براحته في نص ملعبه او براحتك في نص ملعبه، ما بيخلكش يبقى فيه رخامة في نقل الهجمة، لا ده بيسيبك براحتك ويقول لك اتفضل تمام. ودي شفناها في اللقطات اللي قدامنا قدام اولمبيك اسفي برضو تاني بتتكرر. لقطة بقى اليوم هو الفراغ الهائل في وسط الملعب، وزي ما قلت لك دي اللقطة البوم بقى اللي يملك فيها، اللي اعمل كده شابوه وسقف لمعتمد جمال لو عملها، لو رمى بتزيل 10. ياه ده انا نفسي اشوف الحتة دي قوي يا معتمد، لو انت عملت كده احس ان انت لا ده انت مصحصح ومعايا في الجيم ونازل بقلب ميت ومش خايف. ازاي؟ انت نازل عايز تكسب، او اول حاجة تجيب هدف، بعد كده تفكر ان انت تضيف التاني. يا سلام يبقى سيناريو عناب قوي لو الزمالك جاب هدفين في اول 20 دقيقة. هل ده يدعو للتراخي؟ لا، بس هيخليك تلعب كورتك، هيخليك تلعب بأريحية، هيخليك مش مضغوط، هيخليك بتطلع كل ما عندك. تبدا بقى تنزل الشوط الثاني شيكو بانزا يجري في المساحات اللي انا ما برجحش البدايه بيه، اديني بقول لك اهو من دلوقتي ما ينفعش شيكو بانزا يبدا، خلاص عرفوا طريقته وعرفوا ان هو لاعب مساحات. ما تحرقوش يا كابتن معتمد ارجوك، وخليه ورقه للشوط الثاني، لان انت اصلا ما عندكش عمق سكواد وما عندكش دكه.
فاللقطه البوم هي الفراغ الهائل في وسط الملعب. ده دور مين بقى؟ رقم 1 عبد الله السعيد، رقم 2 محمد شحاته، رقم 3 والاهم هو بيتزيرا، لانه لو لعب 10 اول حاجه هتجيله الكوره من عبد الله السعيد او محمد شحاته. مرحله استرجاع الكوره زي ما قلت لك، زمن الاسترجاع ما يتعداش ال3 4 ثواني بالكتير، لازم تكون مسترجع الكوره وانت بتعمل زي هاي بلوك عالي. والضغط مش ان انت تضغط، انا عايزك تعمل البلوك العالي بتاعك ان انت على فترات في المباراه تخلي اتحاد العاصمه دايما عنده مشكله انه مش عارف يطلع بالكوره. لان والله 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 ودي النقطه اللي بعد كده، قلبين الدفاع عندهم كوارث. قلبين الدفاع عندهم مشاكل، عندهم بطء، ما بيعرفوش يلعبوا الكوره، بطء جدا. وعندهم مشكله بقى في النقطه اللي انا جاي لك عشانها، اللي هي النقطه الثانيه، يعني ما انا قلت لك خلاص وضعيه اللو بلوك دي تاني نقطه. النقطه بقى الثالثه هي نقطه الكور الثابته، كارثه على الدفاع. في اللقطه دي هدف لمانياما الكونغولي. الفريق في اتحاد العاصمه، الفريق في الكور الثابته عايز اقول لك بتبقى بمثابه جحيم عليهم، ما بيعرفش يقف ويتمركز صح، لا قلبين الدفاع ولا الباكين في التغطيه العكسيه سواء الشمال او اليمين. الاثنين عندهم مشاكل، ومشاكل ضخمه جدا في الكرات الثابته. ودي بقى دورة مين او دور مين يعني؟ ده دور او حلك هو ان ما ينفعش عبد الله السعيد يحتكر رفع الكرات الثابته، بالاخص الضربات الركنيه. لازم خوان بيتزيرا، لان شفناها في مباراه المصري. خوان بيتزيرا لما عبد الله السعيد، لو انا عايز عبد الله السعيد يلعبها انا ما عنديش مشكله، بس ما يلعبهاش صريحه بالونه جوه منطقه الجزاء، بيفقد لي معناها. ارجوك يا كابتن معتمد وضح له ان هو يلعبها لبره. وانا عايز العرضيه الموزه اللي بيلعبها بيتزيرا، اللي بيلعبها للبعيده. هو سبحان الله في ما بينه وما بين عدي كيمي على البعيده دايما في العرضيه الموزه دي. ناصر منسي مش فاهمه، يعني انا ناصر منسي لو بدا اتمنى طبعا عدي يكون موجود كجناح على الاقل عشان استفاد منه بحته التكمله داخل ال 18 كشادو سترايكر يعني. فبيتزيرا كرات الثابته الصريحه ما عنديش مشكله ان هو يلعبها، وشفنا هدفه في يعني عمل اسيست في مباراه حرس الحدود في الدوري. فانا ليه اللي ما جربوش الراجل؟ انا مش بجربه لاول مره، انا اديله فرصه لان انا عارف ان الراجل بيعرف يرفع صح وهو موجود فيها. خوان بيتزيرا. عبد الله السعيد لو انا عندي اصرار على ان هو يرفعها ما يرفعهاش مباشره جوه ال 18، لان هي بتيجي زي بختك يا ابو بخيت كده، بتطلع زي ما بتطلع، او حسام يلطشها الونش يحطها بدماغه زي ما بتيجي. لكن انا عايز عبد الله السعيد يلعبها لتحت زي ما لعبها البيتزيرا في مباراه المصري، وخدها بيتزيرا ودخل وقطم على جوه وعمل الموزه العرضيه الموزه السكرو الناحيه الثانيه لعدي الدباغ، واحرز بيها هدف. مباراه مهمه جدا وعملها في اكتر من لقطه. تمام. ومباراه سموحه كانت من تحرك من لعب ثابت. فالكرات الثابته او الكرات العرضيه بمثابه كارثه على دفاع اتحاد العاصمه، ودي النقطه الثالثه. رقم 4 الاتحاد العاصمه في الضغط العكسي وحش جدا، سيء جدا في الضغط العكسي. الفريق لما بيفقد الكره ما بيعرفش يرجعها تاني وبيضغط وحش، فبالتالي زي ما قلت لك بيسيب مساحات وراه كتيره. فده وارد جدا يخلق لك مواقف كتيره 1 على 1. ودي بقى عز بيتزيرا على شيكو بانزا، على عندك عدي الدباغ، عندك لعيبه كتيره تقدر تجدها وتعملها في نص الملعب على الناحيه الثانيه عبد الله السعيد. فدي حاجات يعني انا شرحتها لك حلو كده الكلام. طيب اجي بقى للحاجات اللي انا نفسي الزمالك يعملها ومعتمد جمال يطبقها، بيبقى تحت شعار كده حاجات اتمنى اشوفها في مباراه بكره ان شاء الله. اول حاجه انا عارف ان هو مش هيلعبه، بس كنت اتمنى اشوف محمد ابراهيم. هتقول لي يا عم دي مباراه نهائي وده لعيب صغير و هقول لك والله المباراه دي بتكون مولد نجم، وانا مش بجربه لاول مره، لان انا كده كده نازل عايز اكسب. لما اخد اللي انا عايزه ممكن اطلعه وانزل بعد كده باك تاني، لان انا ما عنديش اصلا في التشكيل. وهقول لك المقارنه اللي انا هعملها لك دي سريعه ليه انا بقول محمد ابراهيم انا بفضله عن محمد اسماعيل في الباك اليمين، لان محمد ابراهيم فيما بينه وما بين بيتزيرا كيمياء كده سبحان الله غريبه. اولا بيعملوا الاوفرلاب، بيسيب مساحات لبيتزيرا، بيخلي بيتزيرا يطلع يبقى مواجه دايما بوشه للمرمى لو في حاله ان هو بقى على الخط، اللي بقى مش عايز بيتزيرا يبقى على الخط، بس لو اضطرته الظروف ان هو يسيب قلب الملعب ويروح على الخط. فمحمد ابراهيم اكتر واحد بيعرف يعمل الحته دي لانه فاهم بيتزيرا، وبيعمل معاه الاوفرلاب، وبتخلي دايما بيتزيرا مواجه للمرمى عن طريق من ناحيه اليمين. محمد اسماعيل بيخنق اللعب شويه، ما بيعملش الحته دي. تمام. على الرغم ان هو مجيد جدا في مركز الباك اليمين.
طب انا محمد اسماعيل قعده دكه بالطبع لا، بس انا عايز استفيد بمحمد اسماعيل ان انا ارجعه مساك تاني عاقل جنب حسام عبد المجيد. مش معنى كده ان الونش وحش، لا، بس المباراه دي مش عايزه قلبين دفاع اطوال يلعبوا بدماغهم بس، لا انا عايز واحد جنبه انت المخ وانا العضلات. عايز محمد اسماعيل يعرف يطلعني بالكره من تحت، عايز يعرف محمد اسماعيل يبني لي هجمه من تحت ويقلل لي زمن استمرار اتحاد العاصمه بالهجمه، لان انت كده كده لازم تريسكي شويه في المباراه دي، يعني ما تلعبش بخوف. تمام. وبرده ريسك محمود يعني او محسوب، ما ينفعش ان انا اعمل ريسك بهبل كده يعني. تمام. فانت محتاج العمق، محتاج المساحه دي. النقطه الرابعه اللي لسه قالها لك في ان هم بيضغطوا وحش، فبالتالي بيسيبوا وراهم مساحات، فدي بيخليك يخلق لك مواقف واحد على واحد. محمد ابراهيم مع بتزيرة حل سحري جدا. اتمنى ناصر منسي يبدا مهاجم، على الرغم ان انا انتقدته كتير الفتره اللي فاتت، بس انا محتاج العرضيات بتاعته خلال الماتش ده. وعلى فكره وارد جدا ناصر منسي يعمل مباراه عمره ان شاء الله ويبقى نجم المباراه. وعايز جنبه عدي جناح شمال. هتقول لي ايه ده مش جناح يمين؟ اقول لك لا، انا عايز عدي جناح شمال بدل من شيكو بنزا، عشان يعمل الزياده ان هو يبقى مهاجم خفي او يكمل في ال 18، تتقلب في حاله الهجوم ل 4-4-2 او 4-2-3-1 او 4-2، يعني اقلبها بحيث ان يكون في 2 جوه ال 18، عشان انت كده لما هو هيعمل الزياده هيضرب التكتلات الدفاعيه دايما من العمق، واللي هي طبعا متوقعه من اتحاد العاصمه ان هو يركن لك الاتوبيس. فبنزا ان شاء الله يكون لي شوط في الشوط الثاني، يكون لي دور، بس ده التشكيل اللي انا شايفه من وجهه نظري، او حتى الان انا بحط لك النقط اللي انت محتاج تلعب بيها في الخط الامامي. اتمنى عبد الله ما يبداش 10، يبدا 8، لانك لو بدات عبد الله 10 هتطالبه ان هو يبذل مجهود خرافي، وانا مش عايز خساره عبد الله في المجهود ده، لانك ممكن تروح لركلات جزاء او ركلات ترجيح. فعبد الله حل سحري في ركلات الترجيح، انت ضامن ان انت عندكش اصلا مسددين كتير في الفرقه، فهو هو رقم واحد في التسديد دلوقتي. فانت محتاج عبد الله السعيد يكمل معاك 90 دقيقه عشان لو رحت لركلات ترجيحيه. فعبد الله السعيد يبدا 8 عشان اخلي وشه دايما موجه لتحت، وهو اللي يبدا لي الهجمه ويخليني دايما في حاله تقدم لقدام، بجانب شحاته طبعا. وممكن كايد يبقى قدامهم 10 لو انا عايز اغير الطريقه، لو معتمد جمال مصمم يكمل بالطريقه دي ما عنديش مشكله، بس نخلي كايد 10 ويلعب لعبه ومن لمسه واحده. اتمنى حد تاني غير عبد الله زي ما قلت لك هو اللي يلعب الكرات الثابته وبتزيرة، ودي شرحناها وقلناها، لان الضربات الركنيه في الحاله دي بتزيرة مجيد فيها جدا 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 وبيعرف يلعبها. او زي ما قلت لك لو عبد الله اللي هيلعبها بالطريقه اللي هي تتلعب مش من مره واحده، تنزل لتحت البتزيرة وبتزيرة يلعبها موزه على البعيده لعدي الدباغ، ودي تضرب اي تكتلات دفاعيه بالمناسبه يعني، بدل البالونه البعيده اللي بيعملها عبد الله. طيب اتمنى بقى حاجه مهمه جدا بره الكتاب. فتوح انا مجبر عليه بعد طرد بنتايج، وسبحان الله رغم اني زعلت ان بنتايج اتطرد، بس رب ضارة نافعة، لان احمد فتوح هيرجع يلعب كظهير، وهو حريف ظهير ايسر وبيعرف يلعبها وبيعرف يلعب على اي حد. الراجل ده مباراة بكرة قد ترى احمد فتوح في ثوب جديد ونجم المباراة مع ناصر منسي، والله اعلى واعلم، ده توقع، خصوصا مع ضعف شديد جدا للباك اليمين رضواني باك الاتحاد العاصمة، ضعف كبير جدا وعنده عيوب دفاعيه، واحمد فتوح لعيب وممكن تكون ثغره، وممكن تكون دي جبهه الزمالك اللي تكسبه المباراه ان شاء الله. وايد عندك وسجل عندك، والله اعلى واعلم، احنا بنقترح وبنعتقد وبنتوقع. ناصر منسي حاجه عايز اقولها له كده في ودانه، اتمنى انك ترجع لطبيعتك وما تفكرش في نفسك بس، اتمنى انك تبدا صح وتركز والعب السهل والعب مع زمايلك، والجون كده كده هيجي والله يا ناصر، سواء انت اللي جبته وعملت اسيست، كده كده البطوله هتتكتب لكم كلكم ان شاء الله باذن الله تعالى. اخر حاجه اتمنى، او هي مش اخر حاجه عشان في حاجه تانية انا كاتبها عشان ما انساهاش بس يعني، تمام، ان لعيبه اتحاد العاصمه زي ما انت بتفكر في الحاله الهجوميه هم كمان بيفكروا في المرتدات عليك وبيفكروا يلعبوا ورا الباكين بتوعك، وحذاري من الكرات العرضيه، خايفين جدا من سرعات شيكو بنزا وعاملين حساب لبتزيرة فهيرمي لك عليه 3، فاستغل ان انت تستغل قلب الملعب والاطراف. زي ما قلت لك هم مطبقين على مباراة الزمالك والاهلي 3-0 وبيدرسوا اخطاء الزمالك عشان يعرفوا عيوبه في المباراة دي ويلعبوا عليها. فانا مش عايزك ترمي، ابوس ايدك يا معتمد، انا مش عايزك ترمي بتزيرة على الخط، حرره،
خليه دايما لاعب حر، عشان اتحاد العاصمه لامين نداي هيرمي عليه 3 في مباراه الغد. اديني بقول لك اهو من دلوقتي هيرمي عليه 3 في مباراه الغد. اخر حاجه اختم بيها ان شاء الله، اتمنى انك تبدا صح من البدايه، وما ينفعش تضيع شوط كامل في ولا حاجه زي ما حصل في مباراه انبي. ابدا صح عشان ما تدخلش الفرقه التانيه في الجيم وتديها الثقه في نفسها. لو بدات صح بتشكيل صح، البدايه مهمه جدا 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 لارهاب المنافس. بدايتك بكره مهمه لارهاب المنافس يا زمالك. وبس الرعب في نفسه من اول دقيقه، مع ضغط حماسي في الجمهور دايما، مع الكاس يا زمالك، مع يا ناس يا ناس الزمالك عايز الكاس، الموضوع بيختلف. والله العظيم اتحاد العاصمة على الرغم من التصريحات الأخيرة، أنا أجلت على فكرة تصوير الحلقة دي عشان أتابع الأحداث أول بأول، وبقول لكم من واقع اللي أنا شفته إن شاء الله أنا متفائل جدا بإذن الله تعالى. لأن اتحاد العاصمة بالصور والموميا اللي نزلت على الصفحة الرسمية بتاعتهم والحاجات اللي نزلت دي، أنا بحب الحاجات دي قوي يا جماعة، وبتفائل من جوايا والله لما بشوفها. عشان كده بقول لك المباراة دي إن شاء الله ربنا ينصر الزمالك فيها، بس بشرط: رقم 1 رجولة، رقم 2 تركيز، رقم 3 ان انت تبدأ صح من الاول وما تشتتش نفسك وتركز ان انت ما تدخلش الخصم بتاعك في المباراة. واخر حاجة وهي اهم حاجة وهي اول حاجة قبل كل ده، توفيق ربنا سبحانه وتعالى قبل اي شيء. وان شاء الله ربنا ينصر الزمالك، وان شاء الله نطلع لكم في حلقة جديدة بعد المباراة والزمالك منتصر بالبطولة دي، وبإذن الله تعالى اشوفكم في حلقات جديدة. وخليك دايما في المقص.